مساء الخير عليكم جميعا. معايا ابني قال لي انا هنزل اجيب سندوتشات كبده اسكندراني. طب وليه؟ احنا ضامنينها من بره ونعملها في ثواني. يعني معايا نعمل التتبيله. ادي الليمونتين، هنحط ايه؟ هنحط الخل، عليه الليمون، احنا حطينا ليمونتين، يا بتحب الليمون والفلفل الاخضر. خل وليمون، ادي الملح، ادي الكمون، الفلفل، يبقى الخل والثوم. ادي الثوم، طبعا دي بتحب الثوم كتير، والفلفل الاخضر والليمون والملح حطيناه والكمون. ادي كزبره ناشفه، معانا الكبده متقطعه قطع صغيره، هنقلبها في التتبيله. هنسيبها في التتبيله 10 دقايق ربع ساعه، وهنطشها في الزيت وهناكل احلى ايه كبده. هنا اللي حطينا هي الطاسه اللي هنعمل فيها، نسيبها تسخن. هي سخنت اهي، نحط فيها الزيت. طبعا الكبده اسكندراني بتحب الزيت والفلفل الاخضر والثوم. هنسيب الزيت يسخن بس. هجربه بحته كده. الزيت سخن، هطش الكبده، انزلها، مش هنقلبها، هنحطها كده، مش هنقلب الوش ده دلوقتي، هنسيبها ثواني تشمع. الله 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 على الريحه، ايه الريحه الحلوه دي! هيجي يجروا علينا من بره دلوقتي. دقيقتين هنسيبها والنار عاليه عليها عشان ما تنزلش اي ميه. نجيبها على الوش التاني.
الكبده طبعا ما بنحبش نسويها قوي عشان تحتفظ بالفيتامينات بتاعتها. لو عايزه تظبطيها وتبقى اسكندراني هتزودي الشطه عليها، بس انا ولادي ما بيحبوش الشطه فمش هحط لها شطه. هي التتبيله بتاعتها وخلاص كده. ايه، دقيقتين وهنعملها احلى سندوتشات. احلى طاسه كبده اسكندراني وما خرجوش من البيت، فضلوا قدامك والاكل نضيفه زي الفل. والف صحه وهنا، وجربوها وقولوا لي. وانتوا طبعا اشطر مني، اللي عندها فكره تانية تقولي عليها. تصبحوا على خير.